الموبايل ده من أهم موبايلات شاومي في الفئة المتوسطة لأنه في فئة الفلاج شيب كيلر بوكو اف 6 برو الجديد. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض إن شاء الله فتح العلبة. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد مع بوكو اف 6 برو الجديد. زي ما انت شايف كده العلبة بالشكل المعتاد باللون الأسود بالكتابة الصفراء اللي عليها ومكتوب بوكو اف 6 برو. نفتح العلبة ونقول بسم الله، واول حاجه هتلاقيها قدامك العلبه الصغيره اللي مكتوب عليها شعار بوكو، وتحتها الموبايل متغلف بالغلاف البلاستيك اللي مكتوب عليه بعض مواصفات الموبايل. تحت الورقه بقى اللي كانت شايله الموبايل هنلاقي الشاحن ال 120 واط، ودي حركه متميزه وقويه من شاومي لانها بتديك راس الشاحن السريعه جدا دي في العلبه، مش زي ما بنشوف موبايلات تانية اعلى منه في السعر ومش بيقدم لك راس الشاحن اصلا في العلبه. اخر حاجه معانا في العلبه هي سلك الشحن اللي بيجي من نوع يو اس بي عادي لتايب سي. العلبه دي اول ما نفتحها هنلاقي دبوس الشريحه وجواها الورق والجراب السيليكون اللي بيجي باللون الاسود الشيك عشان يبقى مميز وهو متركب على الموبايل. زي ما احنا شايفين كده هتلاقي مكتوب ان الموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 8 جين 2 مع شاحن 120 واط مع شاشه 120 هرتز مع كاميرا 50 مع تصميم قوي بخامات معدن. وهنا اللحظة اللي كلنا بيحبها، عايزك تكتب لي في التعليقات ايه رأيك في شكل وتصميم الموبايل. الخامات المصنوع منها الموبايل زي ما كان مكتوب عليه ان هي خامات بريميوم لانه بيجي باطار الومنيوم مع ظهر زجاج، وده هيخلي مسكة الموبايل مش هتحس ان هو في الفئة المتوسطة، بل بالعكس ده موبايل فلاج شيب في ايدك. بس المشكلة في التصميم انه بيجي بمقاومة ماء خفيفة اي بي 54، ودي مش مقاومة فعلية للماء بل مقاومة بسيطة لرذاذ الماء. الموبايل بتصميم بوكو المعتاد اللي بيجي بإطار شبه فلات، ومن الجنب اليمين زي ما انت شايف كده هتلاقي زراير التحكم في الصوت وتحتهم زرار الباور، ومن الظهر هتلاقي الكاميرات في الإطار اللامع المستقل عن باقي الشكل المصنفر بشكل أنا مش شايفه الأحسن بالنسبة لي، لكن طبعا انت ممكن تختلف معايا في النقطة دي براحتك لأن زي ما احنا عارفين التصميم في النهاية بيرجع للذوق الشخصي. الشاشة فلات تماما ما فيهاش أي انحناءات وبتيجي متركب عليها سكرينة جاهزة، بس أنصحك لو اشتريت الموبايل تغيرها على طول لأنها ضعيفة. في الإطار من الشمال مش هتلاقي أي منافذ، أما من فوق هتلاقي المايك الخارجي الأول ومستشعر الاي ار بلاستر، ومن الأسفل هتلاقي السماعة الخارجية اللي بتيجي بصوت ستيريو ومنفذ الشحن التايب سي ومنفذ الشريحة اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال. ده كان فيديو النهاردة، واستنوا المراجعة الكاملة قريب جدا على القناة. شكرا على المشاهدة وشكرا 43 ألف مشترك. مع السلامة.